السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، فيديو جديد، لقاء جديد بكم. أتمنى أنكم تستفيدوا بيه. اللي أول مرة يشرفني أتمنى أنه يشترك في قناتي ويفعل زر الجرس، وأتمنى أنه يعمل لايك للفيديو اللي عجبه بإذن الله. الفنانة روجينا وأشرف زكي كانوا ضيوف حلقة الفنانة إسعاد يونس من صاحبة السعادة. وفي الحلقة دي ابتدوا يتكلموا عن حياتهم الشخصية، وبيقولوا ازاي هم يعني اتقابلوا مع بعضيهم، وازاي ابتدت قصة الحب ما بينهم، وازاي كان زواجهم، وازاي كانت حياتهم اللي مستمرة لغاية دلوقتي، وتعتبر مثل حلو جدا على حياة زوجية فيها إخلاص وفيها محبة كبيرة. الفنان أشرف زكي قال في الحلقة إنه هو أول ما شاف روجينا هي والدتها في المعهد قال لازم أتجوزها، لأنه شافها بنت ناس وحلوة ومؤدبة، فقرر بسرعة إنه يتجوزها. وقال لها ساعتها أنا هروح أعمل عمرة وهرجع أتقدم لك. وفعلا بعد ما رجع من العمرة ما كانش فيه موبايلات في الوقت اللي هم كانوا فيه، وما كانش عارف طريق بيتها عشان يتقدم لها. فقابل واحدة صاحبتها وهي اللي وصلته لبيتها، وقال لها يعني تطلع لروجينا وتنزلها عشان يتكلموا مع بعض في تفاصيل الزواج، وازاي هيخطبها، وازاي يوضعوا خطة لحياتهم. ساعتها بيقول صاحبتها قعدت 4 ساعات عندها، وفي الاخر قالت له اطلع نزلني. فطلع ونزل روجينا، وابتدوا يتكلموا مع بعض في العربية، واتفقوا على خطة حياتهم اللي هي مستمرين في تنفيذها لغاية اليوم. بعد كده تمت الخطوبة وفعلا تزوجوا، وكانوا بيدفعوا إيجار حوالي 300 جنيه، وكانوا بيمثلوا ساعتها الحب الكبير، وكانوا بيحاولوا يدبروا مصاريف الزواج. وروجينا قالت انهم بعد تاني يوم في الخطوبة حدف لها الدبلة وفسخوا الخطوبة بسبب انها رقصت كتير في الخطوبة. بس بعد كده تاني يوم اصطلحوا واكن ما فيش حاجة حصلت، واستمر الزواج لغاية يومنا ده. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا بالفيديو واستمتعتوا بقصة الحب اللي ما بين روجينا واشرف زكي، ويعني مضمونها ممكن كتير يستفيد بيها في حياتنا. والسلام عليكم.